الدين عبارة عن 4 منظومات. المنظومة الأولى المنظومة العقائدية، تليها في الرتبة المنظومة الثانية وهي المنظومة الأحكامية، تليها في الرتبة الثالثة المنظومة الثالثة وهي المنظومة الأخلاقية، تليها في الرتبة المنظومة الرابعة وهي المنظومة الآدابية. الفرق فيما بين الآداب والأخلاق أن الأخلاق عبارة عن ملكات باطنية تنبعث منها الأفعال، والآداب عبارة عن النحو الأفضل الذي ينبغي أن يقع عليه العمل، مثل آداب الأكل والشرب والحديث وما أشبه ذلك. الدين عبارة عن هذه المنظومات 4: منظومة العقائد، ومنظومة الأحكام، ومنظومة الأخلاق، ومنظومة الآداب. فهم هذه المنظومات 4 يقال له فهم الدين. وفي الآية الكريمة ليتفقهوا في الدين، الدين له هذا المعنى العريض. ما هي فائدة التفقه في الدين؟ له فوائد، ومن جملة هذه الفوائد أن فهم الدين يمثل وقاية من الانحراف ومن الضلال. هنالك في الأحاديث على ما أتذكر أنه ينبغي لكل مؤمن بهذا المضمون أن يضع له يوما للتفقه في الدين. أيام الجمعة كأنه في الرواية أكو يوم الجمعة، واحد يضع برنامج للتفقه في الدين لفهم العقائد. العم حفظه الله كان يقول: جاءت هنالك موجة شيوعية في العراق، لعلكم لا تتذكرون، ولكن سمعتم من الآباء ومن الكبار في العمر. جاءت موجة شيوعية في العراق، جرف كثير من الشباب اللي ما كان عندهم تفقه في الدين جرفهم التيار. لماذا في الأحاديث إن نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل؟ ليش؟ لأن العالم يقف على أرضية وقاعدة متينة، الجاهل باني بيت على مجموعة من الرمال المتحركة، أقل شيء وإذا بهذا البناء ينهار. نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل. الجاهل تأتي هنالك شبهة واحدة وإذا بها تجرفه بعيدا، بينما العالم صلب
لا يحركه شيء من العواصف. فالعم حفظه الله يقول: قلت لوالدي، يعني المرحوم الجد، ماذا أتحدث مع الشباب؟ نقعد وياهم، عندنا هيئات دينية، ماذا نتحدث؟ فقال الجد: أفضل شيء أن تتحدثوا حول العقيدة، لأنه الشاب إذا عقيدته كانت عقيدة ثابتة لا تخاف على هذا الشاب، حتى إذا تلقوه في عمق الحضارة الغربية. عندنا الآن مجموعة من الشباب، بعض الشباب كما نقل لي، في عمق الحضارة الغربية، ولكن عقيدتهم عقيدة ثابتة. في تلك البلاد لا يتركون نافلة الليل، لا ينظرون إلى امرأة أجنبية في تلك البلاد. هذا لأن عقيدته عقيدة ثابتة. إذن الوظيفة الأولى هي فهم الدين بمنظوماته الأربع. خلوا لكم إن شاء الله برنامج في كل أسبوع أو في كل يوم لفهم الدين، فهم العقائد وفهم الأحكام وفهم الأخلاق وفهم الآداب.